حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على الرسول. انا معايا سمسم اهو ربع كيلو. انا هعمله طحينه. انا هحطه على البوتاجاز احمصه شويه مع معلقتين دقيق. انا هعمله لكم بطريقه اقتصاديه وان شاء الله تعجبكم. فيلا بينا نجهز الوصفه. اهو هفضل اقلب فيه كده لغايه ما اطلع منه الرطوبه. عايزه تحط عليها كوبايه سوداني حط عليها كوبايه سوداني، عايزه تعملها كده من غير سوداني براحتك، اللي انت عايزاه كله يمشي. ما تقفيش على اي حاجه انت عايزه تعمليها. انا حطيت هنا معلقتين دقيق اهو. هقلب هطلع بس الرطوبه منها كده اهو. كمان معلقتين. هفضل اقلب لغايه ما اطلع الايه الرطوبه من الدقيق اهو. حطيت 4 معالق دقيق على ربع كيلو سمسم. السمسم يكون من النوع الحلو وتجيبيه ابيض مش محمر اهو. هقلب لغايه ما ايه اطلع الرطوبه خالص من السمسم بتاع الايه اهو. طحينه اقتصاديه وحلوه خالص، عم تشتريها من بره بالشيء الفلاني اهو. بصوا انا حمصته لغايه ما بقى بالشكل ده. انا مش عايزه اغمقه خالص عشان تبقى الطحينه لونها ابيض وحلوه. ان شاء الله حطيناها عسل على عسل ولا حاجه اهي. شايفين اهي قدامكم اهي اهي اهو. نص الكميه في الخلاط اهو. هحط نص الكوبايه زيت افضي اهو. وهضرب بقى في الخلاط اهو. انا بضرب في الخلاط اهو. ايه يا حبايبي اهي قدامكم الطحينه اهي اللي احنا عاملينها مع بعض اهي. انا هفضيها قدامكم دلوقتي في البرطمان واوريها لكم. يلا ايه يا حبايبي شوفوا الطحينه بقى بعد انا ما عملتها اهي. شايفين حلوه قوي قوي وريحتها جميله والسمك بتاعها حلو زي ما انا عايزه. فيا رب تعجبكم. وطريقتها سهله ما خدتش معانا وقت خالص، سهله خالص اهي. ما خدتش معانا اي وقت وحلوه في البيت ولا تكلفه واقتصاديه. وده من ربع كيلو برطمان مليان اهو. ولسه باقي كمان برطمان صغير بس انا حبيت اوريه لكم اهو قدامكم اهو. فما تنسوش تعملوا له لايك وتعملوا له متابعه وتعملوا له اشتراك للقناه عشان يوصل لكم كل جديد انا بنزله لكم. فاشوفكم بكره على خير.